الحق! في واحد ماسك في عمود النور ومش عارف يفلت. استنى، أنا هسحبه. استنى مكانك، الشهامة هنا ممكن تقتلك. غلط واحد بس ممكن يخلي المنقذ يموت قبل المصاب. لما الكهرباء تضرب في المية المكان كله بيبقى مكهرب. أنا ممكن أوصل الكهرباء لأي حد يقرب. عشان كده ناس كتير بتموت وهي بتحاول تساعد غيرها. الأخطاء القاتلة. الخطأ الأول هسحبه من ملابسه وخلاص. الهدوم المبلولة بقت موصلة للكهرباء. لو لمسته كده الدايرة هتتقفل في جسمك أنت كمان. الخطأ التاني، طيب ابعدوا بالشمسية. أنا معدن وأسرع طريق للكهرباء. دي أخطر غلطة ممكن تعملها. لو الموقف ده حصل قدامك لازم تتصرف بعقلك. الخطوة الأولى، أنا مادة عازلة. وأنا كمان بعمل عزل للكهرباء. دور فوراً على خشب ناشف أو بلاستيك تقيل. إيدي مش راضية تسيب. الكهرباء بتعمل تشنج في العضلات. اضرب إيده ضربة قوية عشان تفصل التلامس. أول ما يفصل عن العمود اسحبه لمكان الناشف فوراً. اتصل بالإسعاف. 1 2 3. ولو النبض وقف لازم تبدأ إنعاش قلبي رئوي. الموضوع شكله لعب. بس أنا خطر حقيقي. وعوا أولادكم، اللعب جنب عواميد النور وقت المطر خطر. الشهامة الحقيقية إنك تنقذ المصاب وتفضل انت عايش. الوعي ينقذ حياة. وخليك دايما في توازن. لو المعلومة دي جديدة عليك اعمل لايك للفيديو واشترك في قناة توازن. وابعت الفيديو لأي حد ممكن يتعرض للموقف ده. وقول لي في التعليقات كنت هتتصرف ازاي لو شفت الموقف ده.